حرفيا يا جماعة قرص عجة زي ما انتوا شايفين السمك عامل ازاي والريحة عاملة ازاي والطعم كان جميل جدا. طبعا ده قرص عجة دي بالبيض مش بيض بالدقيق. هتقول لي الفرق؟ هقول لك الفرق جوه الفيديو. خلينا نشوف عملنا ازاي ويلا بينا. طبعا اول حاجة جبت بصلاية وبدأت ان انا اقطعها بالشكل دوت اللي هو تقطيع مفروم او برنواز زي ما تحبوا تسموها، وبدأت ان انا اقطع البصل بالشكل ده. بعد كده جبت حباية طماطم، استخدمت نصها مستخدمتهاش بحالها لان هحطها بس كنظام تزيين، لاني اساس العجة حاجتين الخضرة والصوص طماطم. طبعا بدأت ان انا اقطع الطماطم نفس قطعية البصل ولازم اخليها مفرومة كويس جدا. بعد كده بدأت جبت قرن فلفل رومي مش حرق قوي ولا عادب قوي، كويس يعني. بدأت افرمه بالشكل ده نفس البصل والطماطم. طبعا بعد ما خلصت الفلفل جبت مبشرة اللي انا هبشر بيها الجزر، وجبت جزراية خليتها على الوش الخشن. بدأت ان انا ابشر الجزراية بس ابشر نص الجزراية مش جزراية في حالها، النص التاني ممكن اكله انا عادي وانا بتسلى. بدأت ان انا فعلا اكل في الجزراية. طبعا جبت نص ربطة خضرة كزبرة مع ربطة بقدونس، وبدأت انا افرمها فرمة حلوة. وبعد كده جبت طبق اللي هحط فيه التوابل اللي انا همكسها اللي هو كزبرة كمون فلفل اسود. هحط مرقة فراخ ممكن محطش على حسب الرغبة. طبعا خليت الكيس فضيته كويس جدا، مش عايز اخلي فيه حاجة طبعا لان الحاجة غالية دلوقتي. وبعد كده جبت معلقة ملح او الملح على حسب الرغبة، وبدأت اقلب ده كله وامكسه ببعضه واركنهم على جنب لحد ما ابدأ اجهز تسبيكة العجة. طبعا جبت الزيت وبدأت انزل بالبصل وبدأت اقلبه لحد ما يبقى لونه زي ما انتم شايفين كده ذهبي. وبعد كده نزلت بالجزر. الجزر انا حطيته بعد البصل عشان خاطر فيه مادة سكرية هتدي تيستنج حلو اوي في العجة. بعد كده نزلت بالطماطم، وبعد كده خليت الخضار كله يستوي معايا شوية. بدأت اقلبه كويس على ما بدأت اجيب التوابل اللي انا كنت ممكسها واحطها مع الخضار وهو بيستوي عشان خاطر يدي التيست. طبعا نزلت بنص كمية التوابل مع الخضار. بدأت ان انا اقلب الخضار كله مع التوابل عشان يديني ريحة حلوة وتيست حلو في الاكل، عشان اهم حاجة عندي ان الخضار والتوابل يشموا النار. نزلت بصوص طماطم زي ما انتم شايفين كده عشان يدي تسبيكة حلوة. بعد كده نزلت بالخضرة. في ناس بتحب تنزل بالخضرة بعدين، لا انا بحب انزل خضرة على النار عشان زي نظام تسبيكة المحشي عشان يديني تيستنج حلو. نزلت بالهريسة وقلبت ده كله كده، دخلتها التلاجة وقلت لها اشوفك بعدين، تشاو يا معلم. طبعا على ما تبرد شوية بدأت ان انا اجهز عجينة العجة. طبعا جبت بمعيار كوبايتين دقيق، وبعد كده جبت على قد كيس بيكنج باودر. بدأت ان انا افضيه بالشكل ده، وادي باقي التوابل اللي انا قلت لكم عليها فضيتها طبعا مع الدقيق والبيكنج باودر والثلاث بيضات. ممكن ازود بيض عادي بس حبيت ان انا اكتر الدقيق عن البيض. في ناس تحب تحط بيض ياما وتقلل الدقيق، طبعا ده يبقى كوستنج عالي قوي، مع انه هيبقى هو نفس التريكات بس البيض هيبقى اكتر شويه. طبعا بدأت استخدمت بمعيار نص كوباية مية او كوباية مية، هي الكوباية اللي انتوا شايفينها دي. وبدأت ان انا اقلب ده كله. طبعا بعد ما اقلب ده كله كويس جدا ممكن تحط خميرة وممكن ما تحطش، انا ما حطيتش، ده القوام اللي انا عايزه وهو ده المطلوب بالنسبة لي. بعد كده غطيتها بالشكل ده وحذفتها بعيد قلت لها اشوفك بعدين انت كمان. طبعا الخضار كمان بدأ ان هو يبرد وبدأت انزل بالعجينة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بدأت انزل بالعجينة بدأت ان انا اقلب ده كله على ما اجيب الصينية اللي انا هقلب فيها واللي انا هحط فيها العجة. حطيت رشة زيت عشان يخلي الحاجة معايا جوه جميلة جدا، او القوام جوه العجة يبقى تيستنج عالي. طبعا في ناس بتحط دقيق تحت العجة، انا ما انصحش ان الدقيق يخش العجين او يخش النار، مش هيبقى حلو. طبعا زي ما انتوا شايفين ده شكل العجة بتلظ. بعد كده دخلتها في الفرن، بعد كده وطيت النار عليها بالشكل ده وقلت لها برضك اشوفك انتي مع نفسك
بعد نص ساعة. قفلت الباب، على ما العجة تخلص جبت خصاية. طبعا هي مش دي حجم الخصاية، كانت كبيرة شوية، بس انا قعدت انقنق فيها كده واكل فيها. بعد كده بدأت ان انا اغسلها عشان دي اللي هاكلها مع العجة. طبعا ممكن تاكلها بعيش، ممكن تاكلها حاف، ممكن تاكلها اي حاجة تسلية عادي، بس طبعا انا اكتفيت بالخصاية. وقلب الخصاية حلو جدا، زي ما بيقولك قلب الانثى قطة، لا انا عندي اهم حاجة قلب الخصاية، هي فعلا قلب الخصاية. قطعتها على 4/4. بعد كده بدأت ان انا اركنهم واحطهم في مية واغطسها في المية، واديتها سنة خل بسيطة عشان تنزل منها اي ميكروبات وتخلي المسام بتاعتها حلوة. طبعا كان ده شكل العجة بعد ما خلصت. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا دوت شكل العجة. طبعا حاجة تيستنج عالي جدا زي ما انتم شايفين كده اهيت. حاجة يعني في غاية الروعة. طبعا قبل وهي في الفرن حبيت ان انا اتاكد اذا كانت هي استوت ولا لا. جبت السكينة وعملتها من هنا كده، لقيتها فعلا استوت تمام كده. شايفين عاملة ازاي؟ من غير بقى اللي يحط دقيق من تحت وبتاع وكلام من ده، لا هي كفايه بس تديها زيت وتديك القوام اللي انت عايزه. قبل ما هنقطعها هنقلبها من تحت، هنشوفها عامله ازاي. طبعا وانا بقلبها حتى اطبل عليها بالشكل ده، وبصراحه كانت ريحه حلوه قوي. ويا سلام يا سلام، سلم طعم ريحه قوام، حاجه جميله جدا. وبصراحه يا جماعه مش مكلفه وممكن تقضيك فتره كبيره. طبعا انا اكلتها انا واحد صاحبي، قعدت معانا يومين حرفيا، بس كان طعمها حلو. طبعا انا قطعتها مستعجل عشان حرفيا كنا جعانين جدا، لكن حلاوتها لما تقطعها لما تبرد شويه، مش تسقع، لا تبرد. بعد ما هتبرد هتديك اللي انت عايزه. تقطعها على 8، تقطعها على 10، ممكن تقطعها على 12 قطعه. بس احنا عشان كنا جعانين فكناها اول لما طلعت من الفرن فتحس كده واحنا بنقطعها كانت تعبانه شويه. بس بصراحه تسلم ايدي اللي عملها، اللي هو انا طبعا كان تيستنج عالي قوي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والوصفه تكون عجبتكم، بس كان حاجه روعه. شايفين دي شكلها من جوه، وحاجه يعني بصوا جميله قوي مستويه، والتيستنج حلو قوي. طبعا الخس اللي انا كنت غاسله برضو اتنقع معايا وظبط الدنيا تمام. خلينا نشوف برضو الدنيا ماشيه ازاي. هنعمل تيستنج عليها دلوقتي، بس قبل ما نعمل تيستنج اتمنى ان انتوا طبعا اهم حاجه تقولوا رايكم في الوصفه او في العجه ناس كتير عارفاها، بيقولها كذا طريقه. في ناس بيعملوها بيض، لكن انا حبيت ان انا اكتر دي عن البيض شويه. دي كان شكلها زي ما انتوا شايفين كده، ريحتها حلوه قوي. قبل ما نعمل تيستنج واقول لكم رايي فيها، احب ان انا طبعا تزوروا قناتي على اليوتيوب رامي سعد محجوب، زميلي وتقولوا رايكم في الوصفه ديت، وان شاء الله استناكم في وصفه جديده. بس الاول ندوق ونشوف الدنيا فيها ايه. حلو قوي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم طبعا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.